نقطة تكريس الإسلام، التكريس التخلف في المجتمع، محاربته للعلم ومحاربته للفن ومحاربته زعزعة استقرار المجتمع، نشر الفتن المذهبية والطائفية، اضطهاد الأقليات. بمناسبة تكريس التخلف يعني اللي هي نقطة، شيوخ الجاهل دول اللي هم بيطلعون على الفضائيات بيلعبوا لعبة جهنمية، عبارة عن حلقة مفرغة، بيدوروا المسلم في حلقة مفرغة. هو المسلم يخش عندهم طبعا ايه، يسمع الخطبة يسخن، يقعدوا بقى يكلموا عن ايه، عدم الالتزام بالدين ويجب انه يلتزم وان هو يعمل ويسوي ويدعو وكل الاونطه اللي بيقولوها له. فيا عيني الراجل يطلع يحاول ينفذ، يزداد فقرا وتخلفا وجهلا، فيرجع لهم تاني يروحوا ايه او يكلموه عن المؤامره وعن ان في مؤامره يا عيني عليه فما فيش فايده، وان وطلبوه بالالتزام اكثر فيلتزم اكثر فيزداد تخلفا اكثر. فالعمليه حلقه جهنميه بيلعبوها هؤلاء الجهله على اتباعهم، بتكرس التخلف. وفي نفس الوقت كلما زاد تكريس التخلف بيزداد غضب هؤلاء على وضعهم المزري، فيطالبوهم بالتزام اكثر فيتم تكريس اكثر للتخلف وهكذا. وطبعا حالات يعني ايه بتسببوا في حالات هياج. يعني لما في مثل بيقول لك ايه، if you are in a hole stop digging، يعني لو انت في حفره توقف عن الحفر. فدول لا، دول عمالين يحفروا، يعني هم الستيل ما فيش فايده. ليه؟ لان هو ده الانسان المؤدلج. الانسان المؤدلج ما بيقدرش يشوف نتائج افعاله، هو ماشي على قضيب قطر، ما يقدرش لا يمين ولا شمال. مثلا عمل حاجه غلط ما يقدرش يصلحها، لا هو مؤدلج على كده، دي الكارثه اللي هتحصل. وده السبب اللي حتى لو تحولت مصر الى افغانستان هم برضه هيجدوا مبرر لهذا، لان هو مش هيقدر يغير لانه مؤدلج زي ما مصبوب في قالب ما يقدرش يغيره. وده لا النوعيات دي مستحيل التفاهم معاها.